الملك عبد العزيز في أرقام ومعلومات سريعة. موحد المملكة العربية السعودية، مواليد منطقة نجد عام 1992 هجرية الموافق 1877 للميلاد. خرج مع والده الإمام عبد الرحمن الفيصل آخر أئمة الدولة السعودية الثانية وبعض أفراد أسرته في سن 15 من الرياض عام 1308 للهجرة الموافق 1891 للميلاد. عاش عذاب شتات وغموض المصير بتنقله 9 أشهر مع أسرته في الصحراء بين القبائل والدول. استقر في الكويت وهو في 15 وقضى 10 سنوات عاشها كمغترب خارج أراضي وأملاك أجداده. في سن 25 انطلق الملك عبد العزيز ورجاله الذين بلغ عددهم 63 رجلا، هو رقم 64. كل الإجمالي اللي استردوا المصمك 64 وهو يقودهم 10 رجال منهم من أسرة آل سعود. في ليلة 21 رمضان عام 1319 للهجرة الموافق 2 يناير 1902 استرد الرياض ووعى وعمره 26 عاما بعد رحلة جهاد وكفاح استمرت 32 عام وحكم دام 55 عاما. كسب أكثر من 22 معركة. شهر مايو من عام 1913 استرد مدينة الهفوف وبعد معركة قصيرة استسلمت له الحامية العثمانية. عام 1334 1915 للميلاد دخلت بريطانيا في معاهدة دارين بعد سيطرة الملك عبد العزيز على الإحساء والقطيف. بعد 22 عاما من استرداد الرياض عام 1924 للميلاد جيوش ملك العز في مكة المكرمة واستردتها أيضا. وفي عام 1925 سيطر الملك عبد العزيز على جميع مناطق الحجاز. عام 1351 للهجرة الموافق 10 أغسطس 1932 أعلنت المملكة العربية السعودية، أعلنها الملك وعمره تجاوز 58 عاما. شارك في معارك توحيد البلاد 8 من أبناء الملك هم الأمير تركي والملوك ملوك المملكة العربية السعودية لاحقا بعد فترة التوحيد، الملك سعود والملك فيصل والملك خالد وأمراء آخرين من أبناء الملك الموحد، المهم أنهم 8. وعن عمر يناهز 80 عاما في ربيع الأول 1373 للهجرة نوفمبر 1953 للميلاد، أسلم الروح في الطائف ودفن في مقبرة العود في الرياض.